أخاف الشعب في كولومبيا وعيشه برعب وخطر، وهو من أقصى المجرمين في العالم. إنه بابلو إسكوبار. لم نستطع السيطرة. حتى الرئيس الكولومبي نفسه كان هدفا. لو سنحت له الفرصة ليقتلني لفعل. وبروايات من شهود وبتفاصيل ثابتة سنروي لكم قصة مطاردة قاتل مراوغ وشرس. لقد كان عنيفا بشكل استثنائي. تابعوا كل انعطاف وتحول وتكتيك عندما يصبح الموقف حرجا. كان إسكوبار قريبا جدا من عائلته، وخاصة من أخته مارينا. عندما كان بابلو صغيرا كان أخا رائعا، وكنا قريبين من بعضنا كثيرا. كان شخصا محبوبا ومحبا، ويحترمه جميع الناس الذين كانوا في الحي نفسه. كان إسكوبار رجل أعمال بارعا، وكان بحاجة إلى مساندة شعبية. المشاكل التي تواجه المجتمع والناس ليست من مسؤولية الدولة وحدها، لذا يجب علينا أن نتكاتف ونجد الحلول المناسبة. بنى ملاعب كرة قدم ومدارس في بلدته ميديين، وتصدق بالمال على الفقراء فأحبوه. بابلو 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 بابلو. عشنا بزمن كان يعتقد فيه أن رجل العصابات هو بطل بكولومبيا، ولم تكن لنا فكرة أنه من السيء أن تكون رجل عصابات، بل على العكس، كان رائعا بالنسبة إلى أناس فقراء جدا، وفجأة يصبح لديهم مال وكل شيء متوفر لهم وبكثرة. لكن إذا اعترضه أحد ما، كانوا يعذبون الناس ويحرقونهم ويذبحونهم، وكانوا يقولون للآخرين: هذا مصيركم إذا وقفتم ضدنا. طلب جافيريا من الولايات المتحدة أن تجد إسكوبار وتقبض عليه. أحضرنا لكولومبيا أفضل وأدق التقنيات التي كانت لدينا في ذلك الوقت، والتي كنا نحن نستخدمها حينها لأغراض كهذه الأغراض.